في بالك اللي فما عباد ما تعرقش موجودين، والحالة هذه يسميوها انهيدروز، يعني الجسم نتاعهم ما يفرزش العرق حتى كي يكون الجو سخون برشا. والمشكل العرق ماهوش كان ريحة وماء، راهو أساس باش يبرد البدن. كي بدنك ما يعرقش الحرارة تنجم تتجمع فيه وتولي معرض للخطر حتى للسخانة القاتلة. العباد اللي عندهم الحالة هذه يلزمهم ديما في بلاصة باردة، ما ينجموش يعملوا سبور ولا يمشيوا في الشمس كالناس الكل، خاطر البدن من غير عرق كيما طنجرة فوق النار بلا من غير ما تنفيس مات. والمثير الحالة هذه ممكن تكون خلقية، يعني الواحد يتولد بها، ولا تنجم تجي في حياة العبد بسبب مشاكل في الأعصاب والغدد. تصور نهار سخون في تونس 50 سخانة وانت بدنك ما يعرقش، ما يبردش وما يتنفسش، كارثة. يعني مرجاكي تشكي من العرق ذكر العرق راهو يمنع فيك. في بالك